عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم واحد الفطائر على شكل قلوبه اللي غادي نحتاجو فيها في العجين. عندي هنا 150 غرام ديال فينو، عندي هنايا 300 غرام ديال الفورص دقيق الفورص، عندي هنا 2 معالق كبار ديال الحليب غبره، وعندي معلقه صغيره ديال الخميره حبيبات، وعندي هنايا معلقه صغيره ديال الملحه، ونص كاس ديال الزيت والماء بارد باش نجمعوا العجين. غادي نجمعوا جميع المقادير بحال هكايا، نخلطوهم مزيان وغادي نجمعوا بالماء ونخليوها تخمر، ما ندلكوهاش بزاف، غنجمعوها ونخليوها تخمر ونطلقوا. بالنسبه للحشو عندي هنا بصله مشلده، عندي فلفله خضراء وفلفله حمراء، وعندي الملحه والعطريه الزعفران والبزار وسكينجبير وشويه ديال الزيت. دابا غادي نشحرهم، ومن بعد غادي ندير خارج النار، غادي ندير الثوم ونطلقها. من بعد ما ارتاحت لينا العجين تنديروها كويرات بحال هكايا، تنغطيوهم باش ما يديروش لنا القشره، وتنسرحوا العجين وحده من العجين تنسرحوها بالمدلك هكا على شكل طولي، وتنبقاو نلويو بحال هكا باش نشدو على الطول. تناخدو موس يكون ماضي وتنشدو وتنقسموه على النص. تيجينا بحال هذا الشكل، تنشدو هاد الجوج اليوصا وندخلوهم هنا، نشدوهم بحال هكا باش يعطينا على شكل قلب، تيجي بحال هكا. صافي تنديروه فوق اللاطه على ما نكملوا الحشو ديالنا، على ما نكملوا العجين ديالنا، وعاد نديرو فوق الحشو وندهنوه ونرشوه بالجنجلان ولا بالبافو ولا اي حاجه بغيتو. عاد ندخلوهم الفرن. غنعاود معكم واحده ثانيه. غادي نديرو كره وغادي نطرحوها على الطول، وتنبقاو نلويو التحتاني. هاد الراس هذا خصو يكون لتحت بحال هكا، ونشدو الموس نقسمو العجين على جوج، صافي نشدو هادو ندخلوهم داخل ونوركو عليهم باش يشدو. صافي غادي نكمل على هذا الشكل ونطلقهم. وخارج النار تنزيدو الزيتون وتنزيدو الثوم، تنخلطو نحطو شويه من الحشو وتنحطوه الوسط، تنعملوه غادي نعمر العجين اللي عندي، وغادي ندهنها بالبيض ونرشها بالزنجلان وندخلها للفرن ونطلقها في طبق التقديم. هذا هو شكل الفطائر ديالنا، تيجيو على هذا الشكل. كنتمنى يعجبوكم، وما تنساوش دائما لايك وكومونتير، وانضموا للقناه ديالي اللي اول مره تيشوفها، ويفعلوا الجرس ليصلكم من جديد، والى فيديو اخر ان شاء الله.